السلام عليكم، أهلا بحضراتكم في ثالث وقفة من وقفاتنا الاستراتيجية في شهر رمضان المبارك. خليني أبدأ معاك النهاردة بسؤال مباشر جدا. هو ليه معظم أصحاب الشركات يا إما شركاتهم بتنهار لو هم تعبوا أو غابوا لأي سبب، أو هم شخصيا بينهاروا من كتر الشغل علشان شركتهم تكمل؟ خلي بالك، النموذجين دول الاتنين غلط. انت لو شركتك بتشتغل على حساب صحتك او بتموت لو انت مش موجود، يبقى انت كده ما عندكش نظام. علشان كده احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الوصيه الاستراتيجيه. 3 قواعد لو انت طبقتهم على شركتك هتضمن ان شركتك تكمل وانت غايب زي وانت موجود. القاعده الاولى: افصل بينك وبين شركتك. يمكن اكبر وهم بشوفه عند اصحاب الشركات وخاصه الشركات الصغيره والمتوسطه هو الجملة اللي دايما يرددوها: أنا اللي بعرف أعمل كل حاجة، أنا بعمل كل حاجة بنفسي. أنا متفهم إن ده عامل نفسي، هو في الغالب أصلا عامل الشركة عشان يحس الإحساس ده. لكن أنت لو كل حاجة في الشركة بتتعمل لازم تعدي عليك الأول، يبقى في حاجة غلط. أنت كده ما عندكش شركة، دي مجرد وظيفة، بس وظيفة مهلكة شوية. طب الحل إيه؟ الحل ان انت بدل ما بتفكر بدماغك تسجل ده في ورق. سجل طريقة تفكيرك، سجل المعايير اللي انت بتاخد على اساسها القرار، وزع الصلاحيات وحددها بدقة. ركز، انت هدفك ان الشركة تمشي حتى لو انت مش موجود. القاعدة التانية: ابني نظام مش بطولات. في فرق بين شركة ناجحة وشركة مستقرة. النجاح إن ممكن شركة تيجي في سنة تحقق مكاسب ما تحققهاش تاني، لكن الاستقرار إن الشركة دي يكون بقالها 20 سنة بتكسب بكل هدوء. طب إزاي تكون شركتنا مستقرة؟ علشان تكون شركتك مستقرة في كام حاجة لازم تعملها. أولا، لازم يكون في خطوات تشغيل واضحة لكل حاجة بتتعمل عندك. الرد على المكالمة مكتوبة بخطوات واضحة، أي حد هيمسك التليفون يرد على العميل هيرد بنفس الطريقة. تاني حاجة: إن الأرقام بتاعتك والتحليلات تكون محدثة باستمرار. وتالت حاجة: إنك تكون عندك القدرة على المتابعة الدورية. ورابع حاجة: لازم توزع الصلاحيات على كل الفريق اللي عندك، وكل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه. النظام بيقلل الضغط عليك وبيحمي الأثر اللي انت بنيته. القاعدة الثالثة: حافظ على صحتك كأصل استراتيجي. يمكن مفيش كتير بيتكلم عن النقطة دي، لكن خليني أقولها لك بكل وضوح. صحتك هي أصل من أصول هذه الشركة. لو انت بتدير شركتك وانت عندك مشكلة او انت مضغوط، فالقرارات بتاعتك هتطلع قرارات انفعالية، قرارات غير متزنة. نظرتك للمستقبل بتكون نظرة قاصرة، تحليلك للأمور هيكون أضعف. لازم تبقى عارف إن القيادة ما هياش سباق، القيادة هي نفس طويل. علشان البراند يعيش لازم المؤسس بتاعه أو مديره يكون عايش باتزان. في النهاية، الوصية الاستراتيجية معناها لو بكرة حصل أي ظرف المنظومة تستمر، والقيم تفضل ثابتة، والقرار يطلع من السيستم مش حسب المزاج. رمضان فرصة نصوم عن القرارات العشوائية ونبني أثر يبقى. خلينا نكبر بشكل يليق بينا ويعيش إلى الأبد. وما تنساش، التسويق مش مجرد كلام،